السلام عليكم. ليه تربية القطط مشكلة؟ بما إنك دخلت على عنوان الفيديو فاحتمال يكون عندك مشكلة في تربية القطط، فحابب في البداية أسمع رأيك عنهم ويلا بينا نخش الفيديو. أغلب الناس بتحب القطط بس في ناس طبعًا بتخاف تربيها، وبيخاف من المسؤولية وبيقول لك ريحتها وحشة وشعرها بيقع وبتبقى مسؤولية عليه كبيرة ووجع دماغ، بس يا ترى هل فعلًا القطط مشكلة والّا دي مجرد صورة في عقله غلط عن كائن جميل؟ وهل الإسلام فعلًا شجعنا إن إحنا نحبه؟ تعالَ نشوف مع بعض ونعرف، بس في البداية أحب أسمع رأيك في الكومنتات تحت وبعد كده أكمل الفيديو. قبل أي حاجة طبعًا خلّينا نرجع لزمن النبي صلى الله عليه وسلم، في صحابي كان شايل معاه دايمًا قطة صغيرة، النبي شافه وسأل عنها ولمّا عرف إنه بيحبها قال له: "من يومها أنت أبو هريرة." يعني أبو القطة الصغيرة عشان طبعًا إحنا في مصر بنقول قطة صغيرة ما بنقولش هرة دي، وده مش هزار، ده دليل على إن تربية القطط كانت حاجة عادية ومحترمة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم.